عثر يوم أمس على عالم الذرة اللبناني محمد علي مخيبر أيوب بن بلدة رياق البقاعية متوفياً داخل شقته في فرنسا، لتبدأ السلطات الفرنسية تحقيقاتها على الفور دون أن يصدر أي توضيحات رسمية حول أسباب الوفاة حتى الآن، الأمر الذي أرخى غموضاً وطرح لدى البعض سيناريوهات مختلفة. والمهندس محمد أيوب يعمل في فرنسا منذ 15 عاماً وهو عالم للذرة، يتنقل دوماً بين إسبانيا وفرنسا وسويسرا في رحلات عمل وخلال الإجازات، وقد توجه ابن عمه إلى فرنسا للعمل على نقل الجثمان إلى مسقط رأس الفقيد رياق في قضاء زحلة. مصدر مقرب من عائلة الفقيد أشار لموقع يسور بأن الوفاة كانت طبيعية ناتجة عن مشاكل صحية مفاجئة في القلب، وهو أمر يعود لعوامل جينية وراثية معروفة لدى العائلة، حيث سبق للعائلة وأن فوجعت بفقدان أقرباء بالطريقة نفسها وللأسباب ذاتها. وأضاف المصدر: أما بخصوص التحقيقات الجارية فهي تندرج ضمن الإجراءات الروتينية القانونية المتبعة في فرنسا عند وقوع وفاة طبيعية لمغترب في منزله، ولا تخرج عن هذا الإطار. وبسبب فترة العطل الرسمية الحالية فإن إنهاء المعاملات يتطلب بضعة أيام إضافية نظراً لتعقيد الإجراءات الإدارية ليس إلا